اسمحوا لي انا هعلق تعليق صغير كده على اللي احنا شفناه دلوقتي. مهم قوي نعرف اذا كنا بنتكلم على ان في ازمه مرور، ان احنا عشان نحلها حلها مش بيبدا جوه القاهره فقط. واذا كنا بنتكلم على تنميه حقيقيه في المنطقه غرب خليج السويس وبنتكلم على شرق التفريعه، التنميه بتاعتها مش بتبدا هناك بس. لا، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا المحاور اللي بتخش على مصر، على القاهره تحديدا، القاهره السويس، القاهره اسماعيليه بورسعيد، القاهره اسكندريه، واي محاور هنضيفها خلال الفتره اللي احنا فيها والقادمه. الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان الاختناقات اللي موجوده على المداخل دي بالكامل نتخلص منها. وانا اتصور ان اللي تم حتى الان نجح بنسبه كبيره في التغلب على الاختناقات اللي موجوده في مدخل الاسماعيليه ومدخل السويس. ولكن يبقى ان احنا محتاجين ان المحور اللي موجود اللي بننشئه على مصر الاسماعيليه بورسعيد، اللي هو هيخدم على التنميه اللي هتتعمل في شرق التفريعه، مش اقل من 5 حاره رايح جاي على هذا المحور، عشان حركه التجاره وحركه الصناعه وحركه الاستثمار اللي بتتحرك على الطريق ده تبقى حركه حره. وعشان كده اتعمل المحور بالطريقه ديت. وانا بقول الكلام ده للناس اللي بتسمعني عشان تفهم ليه احنا حاطين كباري على المحاور ديت، عشان الحركه الحره المنتظره نتيجه التنميه والتعمير اللي هتتم في غرب خليج السويس او اللي هتتم في شرق التفريع. يبقى احنا بحلنا جزء كبير من الاختناقات على المداخل، حطينا الكباري اللي تخلي الحركه حره، وبنتكلم على ان احنا عندنا ازمه يعني نسب الحوادث بتاعت المرور عاليه. طب احنا بنحاول بالشغل اللي احنا بنعمله ده ان احنا نقلل نسب الحوادث بالطريقه دي. طريق حر مفتوح، نتمنى ان الاجراءات اللي هتعملها وزاره الداخليه في مراقبه الطرق ديت تكون فعاله، عشان الطرق دي هتبقى تغري بان الناس تجري بسرعات كبيره. لكن احنا قطعنا كل التقاطعات اللي موجوده، حتى التوسعات اللي بنعملها كان بتخدم عليها بكباري تمنع ان يبقى في تقاطعات سطحيه على الارض. ثم نفس الكلام ينطبق على طريق السويس. على طريق مصر اسكندريه الصحراوي احنا بنعمل نفس الكلام. حتى الكوبري اللي بيتعمل قدام القريه الذكيه الهدف منه ان المنطقه دي اللي هي مدخل من ناحيه الجيزه يتحل بشكل كبير، ثم نكمل على الطريق نرفع كفاءته لغايه اسكندريه، من مخرج اسكندريه او من محطه التحصيل لغايه كارفور. المفروض ان الطريق ده كان يكون خلص من هتكلم في الوقت يكون خلص، اللي هم مدخل اسكندريه لغايه من كارفور لغايه الكارته يكون خلص ال4 حارات يمين وشمال، عشان يبقى احنا كمان حلينا الاختناقات في مدخل اسكندريه. لما نيجي نحط طريق الدائري الاقليمي معاه ونقول ان الطريق ده المخطط ليه كان يخلص في 5 سنين والمستهدف انه يخلص في شهر 8 اللي جاي، يعني لازم ال 400 كيلو دول يكونوا خلصانين بكباريهم. ليه؟ احنا بنعمل نطاق جديد حوالين القاهره يمر بالمحافظات، يخدم على حركه المحافظات والمحاصيل اللي جاي منها، وبيخدم على حركه القاهره. يبقى احنا بنخفف الضغط عن القاهره وبنعمل محاور حركه تخدم على التجاره لاكثر من 10 محافظات على الاقل. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا لازم نكون مش بصيتنا على قد ان الكوبري اللي بيتعمل في مدخل الجلاء او الرحاب او مدينتي معمول لخدمه ده بس. لا، ده هو بيعمل طريق حر يخلي الطريق ده بيستخدم بشكل مفيد جدا جدا ويقلل الحوادث، مش على قد ان هو كوبري للرحاب او مدينتي او الناحيه الثانيه طريق نلف منه. لا، هو بتمنع الحركه السطحيه وبتخلي الطريق ده قابل انه يستحمل حركه ضخمه منتظره خلال الفتره القليله القادمه.
كمحور رئيسي غرب خليج السويس في تنميه كبيره جدا هتتم هناك، او في شرق التفريع على طريق بورسعيد. بالمناسبه بيتعمل لما نيجي نتكلم على مينا دمياط اللي انتوا طرحتوه النهارده في من ضمن المشروعات اللي هتتعمل. الطريق بتاع دمياط لازم يكون متأهل للمينا ده، لان هيبقى فيه حركه ضخمه جدا، سواء كان التطوير بري او نهري. لو هنخلص الموضوع المينا ديت في سنه ونص او اقل او اكتر طبقا للتخطيط يعني، يبقى لازم الطرق دي تكون خلصانه بشكل جيد جدا، وبرضه كل القطاعات يبقى عن طريق الكباري من فوق. انا اتكلمت في الموضوع ده ليه؟ لان احنا مهتمين فقط وشايفين فقط، وانا الكلام ده بقوله للاعلام وبقوله للناس، انتوا باصين على قناه السويس بس. لا، ده في جهد بيتعمل في مصر كلها. اللي عرضه السيد رئيس الهيئه الهندسيه اللي هو عماد، هو عرض الجزء المخصص للهيئه الهندسيه، لكن في كمان يعني الهيئه الهندسيه بتعمل ده بالتعاون مع شركات مدنيه تصل العماله فيها تقريبا بالاسكان بده ل1,000,000 عامل ومهندس وفني زي ما قال. لكن كمان الشركات المدنيه مع الوزارات المختصه زي الاسكان والتعمير او النقل بتعمل شغل اخر يكمل ال 3400 كيلو اللي احنا بنتكلم عليهم دول. احنا المفروض بس عشان يبقى الكلام واضح، احنا قايلين الطرق ديت، وانا بقول لكل اللي بيسمعني ميعادها 6/8، ميعادها 6/8. وبقول لمدينه الاسماعيليه الجديده مين المعني بيها؟ ميعادك في شهر 8 مع افتتاح القناه. الشركات ليل ونهار، واذا كان في شركات مدنيه موجوده معانا دلوقتي، مقاولين موجودين معانا دلوقتي، من فضلكم التوقيتات اللي احنا بنحطها دي محطوطه عشان تستنهض همه المصريين وتقول للمصريين ان في امل، ان بلدهم دي لازم هتطلع قدام ومحدش هيقدر يهدها. فلو سمحتوا لما نقول توقيت لما بنقول توقيت يعني بنفتح قناه السويس تبقى مدينه اسماعيليه جنبها، تبقى مدينه رفح جنبها، تبقى المزارع السمكيه جنبها. هو كده. ثم بقيه الموضوعات الاخرى. لا يمكن مصر هتتبني الا ان انتم ما تناموش، كلنا ما ننامش عشان تخلص. نقدر يا فندم ولا ما نقدرش؟ طيب شكرا جزيلا. شكرا.